السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل الجمبري او كيس الجمبري بالكيجن. الوصفة دي بتحب الزبدة جدا. انا هنا جبت مستطيل زبدة، والمفروض كنت احط زيه اتنين او حاجة او تلاتة كمان، بس انا زودت شوية زيت لان ده كان اخر مستطيل عندي. هنا جبت 4 بصلات قطعتهم زي ما احنا شايفين، وكنت سلقت جزر وبطاطس في مية بلبن بشوية ملح وشوية سكر. ضربت البصل بتاعي في الكبه، خليته كده زي ما احنا شايفين، لا ناعم قوي ولا خشن قوي، معقول كده. وجبت راسين توم، حطيت طبعا البصل على الزبده يا دوب بس يطلع ريحه، يعني مش هسيبه يحمر ولا حاجه، لا هيغلي شويه بس مع الزيت وكده. وبجيب راسين التوم بتاعي اللي انا ضربتهم برضو في الكبه زي ما احنا شايفين، واحطهم عليه، وهيديني ريحه جميله جدا. كنت مجهزه بقى على جنب كده. دي نوع ذره حلو، انا جايباه اللي هو اللي بيكون في اكياس كده، بيجي يعني مثلج وكده. هنا البصل بتاعي طلع ريحه حلوه كده جميله، وخد غلوتين شويه مع الزيت والزبده، وبعدين حطيت التوم بتاعي ونزلت عليه وهقلبهم كويس جدا مع بعض. هجيب بقى التوابل بتاعتي الكيجن بتاعتي، دي عبارة عن مجموعة توابل مع بعض بتديني طعم الصوص الجميل جدا اللي احنا بناكله في شريمب نيشن وفي المطاعم اللي هي المشهورة جدا. التوابل بتاعتي عبارة عن ملح، توم بودرة، بصل بودرة، فلفل أسود، كزبرة، زعتر، شوية بابريكا، شوية شطة حلوين صغيرين كده، ما تكتروش لو انتوا مش بتحبوها، وبلاشها خالص لو انتوا مش عايزين شطة خالص. شوية زنجبيل. هنا بقى حطيت حوالي معلقة معجون طماطم اللي هي صلصة طماطم، وشوية كاتشب حلوين كده، وقلبتهم كلهم مع بعض. الريحة يا جماعة كانت خطيرة جدا. خلاص انا لما قلبتهم مع بعض هنزل بالحاجات المسلوقة بتاعتي. وهنا كنت جبت 5 ليمونات عصرتهم وسبت القشر بتاعهم مع الخلطة بتاعتي. هنا بقى كنت منضفه الكابوريا بتاعتي والجمبري، منضفاه زي ما احنا شايفين كويس جدا. انا بشتغل طبعا كيس الفضلات، في ناس بتسيبه، ده يا جماعه بيؤدي الريحه وحشه خالص، فلازم تتنضف كويس قوي. اي حاجه فيها زياده تتنضف تمام. وبقطعها نصين كده، اللي هو عشان ايه، كل حاجه تشرب من المزازه والكيس تحسيه كده جميل. فهنا كنت عامله كابوريا مع جمبري، كنت منضفاه كويس. نزلت الاول بالكابوريا وقلبتها شويه، وبعدين غطيت عليها حوالي يعني 5 دقايق كده، ما تكتريش يعني، وعلى نار هاديه. وبعدين نزلت هنا بالذره بتاعتي كلها على بعضها. هنا ما قدرتش بصراحه اكسرها خالص، فحطيتها زي ما هي كده كده حلوه. وهنا بقى نزلت بالجمبري بتاعي وقلبت كل التتبيله بتاعتي مع بعضها. هنا خلاص بعد ما حطيت كل حاجتي على بعضها وقلبتها، الميه اللي انا كنت غاليه فيها البطاطس مع الجزر باللبن، هي ميه كده لو بصيت عليها هتلاقيها لبن زي اللي احنا شفناها كده في اول الفيديو. دي باخد شويه منها واحطها على الخلطه بتاعتي ديت، بتساعد في التسويه وبتديني صوص حلو قوي. خلاص. وطبعا بعمل رز ابيض، مشهوره بالرز الابيض، واحطها. تقدري هنا طبعا تحطي كل الحاجات ديت في كيس حراري، وممكن تسويها في الكيس الحراري او تقدميها في الكيس الحراري بعد ما تطبخيها مثلا في الحله او كده. تمام. فده حاجه جميله جدا يا جماعه، ومكلفه جدا في اي مطعم وفي اي مكان بره، بتبقى غاليه جدا. انت بتعمليها وبكميات وبحاجه نظافه وحاجه وطعم اللهم بارك، مستحيل تفرقيها عن اي مطعم. جربوها كده وقولوا لي رايكم، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.